بي. مرحبا والسالف مرحبا، عواشركم مبروك ان شاء الله. دخل عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله والخير يا ربي اجمعين، لجميع المسلمين يا رب. المهم خوتي، احنا دائما في اطار ملف حمزة مون بيبي او دنيا مون بيبي. لهذا الله يجازيكم بالخير، حاولوا لي لايك لهذا الفيديو باش ما يتسينالاش، لان الموضوع مهم اللي غادي نقوله لكم. الله يجازيكم بالخير. تفاعلوا معنا بلي لايك وشجعونا باش نستمروا في فضح هاد المهزله او هاد التبهديله اللي دايره الدنيا باطمه دابا. المهم اخوتي، دابا غادي نبداو في الموضوع ديالنا وغادي نطرقوا لجوج مواضيع. اول موضوع هو على المغنيه والرساله. واحد الرساله، المهم غادي نخلي لكم مفاجاه ان شاء الله. وايضا غادي نتكلموا على صوفيا طالوني وسيمونا. المهم اخوتي، نايضه صراحه في هذا الفيديو. غادي ندخلوا في الموضوع ديالنا نيشان. المغنيه اخوتي رسلت واحد الرساله لصاحب الجلاله الملك نصره الله. هي واحد الجمعويه اللي واقفه معاها واللي فاتحه حتى هي قناه على اليوتيوب كدافع عليها. غادي نحط لكم هذه الرساله اخوتي، وانها ابرز ما قيل فيها انهم كيطلبوا من سيدنا نصره الله انه يتدخل وانه يتفتح تحقيق. اخوتي، تفتح تحقيق كيف ما سمعتوا. دابا هاد الظروف اللي كتعيشها بلادنا والاقتصاد اللي واقف والناس اللي جالسه في ديورهم وانها جالسه من الخدمه والناس اللي كتموت وهاد المشاكل كلها اخوتي، انهم هما جايين كيطلبوا من سيدنا انه يتفتح تحقيق وكيضربوا بعرض الحائط. التحقيق اللي فاتح عند النيابه العامه والفرقه الوطنيه. وكيقولوا في الرسالة أنهم يعني المغنية تعرضت لواحد المؤامرة هي والأسرة ديالها، وأنهم طرقوا جميع الأبواب وبدون جدوى، وأنه المحاكمة ديالهم كانت جائرة. يا أخوتي، كانت جائرة. وهي في صراح وزيدا كتقول أنهم هاد الأسرة ديال المغنية تعرضت للظلم، وكطلب من سيدنا نصره الله انه تعطى اوامر للنظر في هذه القضيه. ايوا اخوتي، شو التصارى هادي كيتسمى هادي صراحه التصارى ديال بصح. دابا قضيتها في المحكمه والتحقيق باقي، وحتى باقي حتى ما تحكماتش وعاطينها امتياز. وأن سيدنا نصره الله عنده شعب، بلاد فيها 40 مليون 50 مليون نسمة، وهالمشاكل ديال الشباب العاطل عن العمل، المشاكل الاقتصادية، وهاد زيد عند الجائحة، وهما كيطلبوا أنه يتفتح تحقيق انهم متخطين او كيضربوا في عرض الحائط ديال القضاء اللي هو مستقل بالنيابه العامه، وكيتهموا القضاء انه حكمهم محاكمه اللي هي جائره. بصراحه اخوتي، انا اقسم بالله انا اتحد ليا مع هاد الناس هادو. واش عباد الله انهم ملي كيديروا هاد الشيء واش كيكونوا بالوعي ديالهم او لا فاقدين الوعي؟ واش هاد الناس كيكون حساب ليهم انه راسهم انها راهم مغنيه فوق القانون؟ واش هاد مازال زيدا فيه؟ والنهار اللي طلعتي في العربية وكتخاطبي سيدنا الله ينصره واسلوب حاد ومن قناة معادية للوحدة الترابية، وانك تقحمي سيدنا في هاد المصيبة الكحلة ديالك اللي درتي. ودابا عاد انك كتجي كتعيدي نفس الشيء، وانه هنا بصراحة هاد اتهامات اللي اتهمتي القضاء وتجاوزتي الحدود. صراحة تجاوزتي الحدود ديالك. خصو يكون واحد ضربة من عند القضاء صراحة، لأن بزاف هاد الامتيازات كلها استثنائية. وزيدا كتقول مؤامرة. اش من مؤامرة؟ النهار اللي كنتي كتقول يا حمزة مون بيبي عجبني في البشر، ياك ما سعيدة هي اللي كانت لابسة الماسك في بوجك وقالتها، وقالت ان عندي دواسة وكاسيطات، وياك ما الاعترافات اللي كانوا اعترفوا لكم المتهمين ومنهم غلامور، وحنا اللي قلنا لهم اعترفوا عليها. فهذا يعني جزاء ديال الصراح وديال المعاملات التمييزيه اللي خدات بها السيده هذه. ها هي مشات وكتجرأ على سيدنا وانها باش تقحمو بزز في هذا الملف الغير المشرف. وكنتمناو انه يتوضع حد لهاد الوقاحه هذه.
فين عمر شي واحد انه تجرأ انه يمشي يقحم سيدنا في الملف بحال هذا؟ واصلا التحقيق مازال ما سالاش، وايضا حتى الحكم مازال ما خرجش، وكيطلبوا انه فتح التحقيق مع عند من؟ مع عند جلالة الملك. انا بعد اول مرة كنشوف هادشي. المغنية وربعتها تماداو، ولحد الساعة أنها مصرة أنها تجاوز القضاء والتحقيق ديال القضاء، ولحد الآن ما بغاش أنها تستوعب أنها تحت القانون. ولو أنه كيعترفوا في الرسالة أنهم هما طرقوا جميع الأبواب. مادام أنك يا المغنية بريئة كما كتقولي وكما كيقولوا النقافات ديالك، فعلاش غطرقي جميع الابواب؟ كنتي ما عليك والو وما دايره والو. فاذا تبعي المسطره القانونيه وحتى يخرج الحكم، وعاد ديك الساعات انك تبعي المسطره الاستئناف والنقد. بصراحه انا خوتي رانا مصدوم في هادشي. وحده مواطنه عاديه، لا مستوى ثقافي ولا اجتماعي ولا منصب مشرف، ما قدمت والو للوطن سوى الشهاء، وكتشوه بالسمعه ديالنا، وكتشوف راسها انها هي فوق القانون. هادشي هذا راه عجيب. وحتى في ظل هاد الظروف اللي كتعيشها بلادنا، شفنا تضامن من جميع فئات يعني ديال المجتمع، وكل شيء اتحد، وهي والو ما قدرت حتى تخسر ولو بوست بسيط انه على بلادنا. بل بالعكس كانت بركة وهزة كدعي علينا، والنقافات ديالها انها كيقولوا حقا هي ما مسالياش الضامن معاكم، خدتها في الحبيب بيث. ومالها دابا انها مشات ضمنت مع الاجانب وكتغني وكتضحك؟ مالها دابا ما تفكرش اختها اودي؟ يعني هادشي هذا صراحة راه واضح ووضوح الشمس، بلا ما نضرقوا الشمس بالغربال. وحنا عينا كل شوية كنردوا على الاتهامات ديالها، وايضا اتهامات ديال بابا تعويشة خاص القضاء هو اللي رد عليهم، ماشي حنايا. ودابا اخوتي غادي ننتقلوا للموضوع ديالنا، اللي هو سيمونا المسمومة. اخوتي هاد سيمونا المسمومه هذا طالع علينا البارح، وانه ما عليه ما به، قال لك حتى هو باغي يركب على الموجه ديال صوفيا، وكيقول في السطوري انه اللي باغي يتشهر خصو يصبر على الانتقادات. الناس زعما انه زعما راهم جمعانه، زعما فهمتوا، زعما جمعانه وجا هو ضده، وانه من حق الناس تنتقد اي مشهور. ومني كيغلط سيمونا يعني يلي عندك 100 وجه. ودابا عاد وليتي انك كتقول هكا. مالك منين مريم سعيد عطاها الاعداد ديال البرنامج الامر باش تتصل بالعجوزه او بالعجوزه ديال المغنيه، وباش تسمع منها اشنو واقع، وأنه يعني لم تتفوه بأي كلمة ضد المغنية، ولكن كان حوار عبارة عن أسئلة مجهزة من طرف الإعداد. ومن بعد ما المغنية سبت عقوستها وقالت عليها يا السكيرية والمهشيشة، الباف البرنامج بغى يعرف سبب الخلاف، ومريم سعيد مجرد نقلت اتصال فقط، ما عيرت ما تدخلت. وانت نوتي انت سيمونا كتدافع على المغنية وكتعاير وكتقول عليها كتقول عليهم يا المنافقين، مالكم ما هضرتوش. مني مريم كانت كتعطي الدق للمغنية وجلستي انك كتدافع عليها، مالك ما قلتيش ليهم بان عطي لبوهم الضرب والجرح وفرش خيل عباد الله؟ دابا عاد ولا مشهور انه خصو يصبر للانتقادات. ومن بعد ان هاد صوفيا هذا اللي كان معاكم اصلا وتملص منكم، وباش انه ينجي راسو انه ما يدخلش في هاد الدوامه هذه وهاد العصابه، مع انه اخوتي ما تصدقوش انه ديك السبان اللي كيسب في المغنيه هذاك ديك الشيء كيف كيبقى فقط غير افلام، مجرد افلام. مغنيه ما عندهاش مشكل شي واحد يسبها او لم ديك الناس اللي كانوا معاها السبان فيها عندها عادي جدا. المهم هو ما يطلعش ليها شي حد بشي حاجه اللي هي انها تدينها وتورطها. وهاد صوفيا لو كان فعلا ضدها
لو كان جبد الميساجات اللي عنده مع اختها ويعني ومع عويشه يكون يحطهم بوجوههم، ماشي يخبى عليهم انكار تام انه تيعرفهم ولصق كل شيء غير في غلامور. عرفتوا علاش اخوتي؟ لان غلامور هي ولات هي العدوه ديال العصابه من بعد ما اعترفت على المغنيه. اخوتي داكشي ديال الافلام صراحه بالاتفاق يعني مع هاد الناس هادو. اللي انا عارفك نيت بالفعل طالوني. انت ضدهم، سير قدم داك الشيء اللي عندك الفرقه، طلع الميساجات اللي بيناتكم والتخطيطات اللي كنتو كتخطوها في حمزه مون بيبي. ودابا زيد طالع علينا وهاد الطالوني، هاد الميكروب، هاد الموسخ اللي طالع علينا البارح وتيستعطف الناس وتيقول لهم انا تعرضت على بالتنمر. شو خوتي، هاد المصيبه هادي، هاد الموسخ، هاد المصيبه الكحله مع هاد الرباعه ديال الجهلاء اللي يلاه شدوا لينا في هاد الكلمه هادي، سرقوها من الافلام الامريكانيه ديال المدارس وديال الطلاب. ودابا الا هضرتي معاه يقول لك انايا تنمرتوا عليا والبشر ومن هنا ومن هنا. فاللي غادي نشرح لك هاد الكلمه بعد اللي اصلا انت ما عرفتش شنو المعنى ديالها. ملي كيكون الانسان شاد تيقارو، عمرو جبد شي حد، عمرو سب شي حد او لا عاير شي حد، ولا حتى انه شي واحد انه كيدوز غير من حداك وانك تضحك عليه على الشكل ديالو او اللون ديالو او لا تلقي رجليك وانك تكربعو. يعني ماشي مجموعه ديال الحثالات. يعني غادي نقول لكم اخوتي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني كيخرجوا غير السبان والمعيور وما خليتو حد ما عايرتوه وسبيتوه وجففتو به الارض. فيعني ديك الساعات وانكم خصكم تهضروا على ديك الكلمه هذه. ملي الانسان يتنوضوا انه ينتقدكم على افعالكم كترجع خايب. عرفتي لا انت ولا ديك المغنيه ديال الاعراس، انه الا جينا نحطوا لكم ديك الفيديوهات ديالكم اللي كتمارسوها على الناس، والافعال ديالكم ديك الساعات، كنطابق عليكم هاد الكلمه هادي. يعني نتوما اصلا مارستوها على الناس، هاد الكلمه هادي ماشي الناس اللي مارسوها عليكم. وايضا اخوتي، غادي نقول لكم وغادي نحط لكم واحد الفيديو صغير دابا. مني غادي انه قبل هاد صوفيا هذا، قبل ما يدير اللايف، واش سمعتوا هاد الميكروب اخوتي؟ شنو هاد الكلام هذا؟ وهذا اقل ما قلتي، لانه لايفاتك الاخرين ما نقدرش نحطهم احتراما للمتابعين ديالي. هاد الفيديو اللي فيه غير دقيقه، وشوف شنو شحال من كلمه اللي قلتي اللي هي فعلا كتدخل في ديك الشيء اللي قلتي حنا كنمارسوه عليك. ها الشارف، ها العور، ها المجلد. شوف غير باش تعرفوا ريوسكم انكم كتستحمروا الناس وانتم كديروا اللي بغيتوا. وملي الانسان انه ينوض ينقل للناس انه ديكشي اللي كديروا بدون زياده او يعني نقصان كديروا فيها مظلومين. ونفس العقلية ديال المغنية، انتم عصابة كلكم سواسية كتشابهوا سبحان الله. ولكن من قبل اخوتي غادي نختموا الفيديو ديالنا. ضروري منحييو يعني الديفا سميرة سعيد اللي غتمثلنا كمغاربة، وان هذا الشرف لنا مع كبار ديال المغنيين العرب، وائل جسار، صابر الرباعي، كارول ومحمد منير. في هاد الاوبيرايت اللي فيها فنانين كبار، وايضا حتى الفنانه الديفا ديالنا سميرة سعيد اللي حتى هي صراحة ما سلمش من المغنية، وكانت جبداتها وكانت بغات يعني انها تسرق ليها اللقب ديالها في اللقاء مع سيمونا. وقالت له شكون هاد الديفا ديال المغرب؟ قال لها انتي يا دنيا. ولكن صراحة انه المغاربة سرعان ما حيدوها لها وقالوا لها انتي الجيفة، اما الديفا فهي سميرة سعيد. المهم اخوتي هذا هو الكلام، وانتهى الفيديو ديالنا لهاد النقطة. السلام عليكم. الى عجبك الفيديو لايك
بارطاجي، وشكرا. نتلاقاو فيديو جديد. السلام عليكم.